ما كنتش باغا نشارك معكم هذه الوصفه، ولكن تستاهلوها. والنتيجه الناس اللي غادي يسولوكم شنو هذا البارفان. واليوم جبت لك جوج ديال الوصفات التعطيريه كيفاش تعطري راسك لاله وتحصلي على واحد البارفان اللي شمو فيك يقول لك اختي منين شريتيه وانت مقاده لراسك ومن قلب دارك. يلا معايا باش نكتشفوا الوصفه. وباش نصاوبوا هذا البارفان يلا هون نكتشفوا المكونات اللي غادي نحتاجو زيت عطري وكذلك طريفات ديال العود، وغنحتاجو هذا الفيكساتور هذا وقاروره تكون خاويه، وغنحتاجو السيرانغ والالكول ديال لي بارفان. انايا هنا خديت زيت عطري ديال العود البنات، نتوما ممكن ديروا اي زيت عطري بغيتوه وحبيتوه. انا هنا درت ديال العود. كيف ما كتشوفوا البنات غادي نخلي لكم الفوق مكتوبه الكميات اكزاكت، حيت هنايا عند بالي راني كنصور لكم شحال كناخذ في السورانغ ولكن راه ما كانتش كتصور. المهم انا غنكتب لكم المعلومات اكزاكت تما فوق لا فيديو باش هكا تاخذوا فكره شحال من كل حاجه شحال كنديروا بالضبط. وصافي هنا كنزيد عليها كيف ما قلت لكم، عند بالي راني كنصور الكميات للاسف ما تصوراتش. المهم كنزيدوا الفيكساتور ومن موراها كنزيدوا الالكول. كيف ما كتشوفوا معايا البنات راه الطريقه جدا سهله. صافي كيف ما كتشاهدوا صافي غادي نزيد الالكول البنات، وهنايا غادي نبقى نخدمها بالسورانغ مزيان كيف ما كتشاهدوا معايا في لا فيديو. من موراها غادي نزيد عليها طريفات ديال العود. كيف ما كتشوفوا هادو طريفات العود صغيورين مقصصين كنزيدهم باش هكايا ديك البارفان كتزيد تعزز ليا. الناس اللي كيعجبهم العود بزاف كنصحهم يديروا فيها طريفات العود باش داك العود يزيد يرخي حتى هو لي بيان في ديالو. هكا غنكون ساليت البارفان صوبتها. ولكن البنات اللي خاصكم تعرفوا انني انا هنايا غير تيستيتها معكم، هي تيستيتها وكانت الريحه هي سلام كتخرج، ولكن العطور راه معروف عليهم انهم كيتعطقوا واحد المده، كيتحطوا في مكان بارد وما كتكونش فيه ما دخلاش اشعه ديال الشمس وكذلك في الظلام. صافي هنا غنمشي نعتق البارفان ديالي، غنمشي نحطها في مكان بارد وخالي من الاشعه ديال الشمس كيف ما قلت لكم. وبقاو حتى الاخر ديال لا فيديو باش تعرفوا شحال وهي بقات والريزولطا فينال كي خرجت. وفي الوصفه الثانيه غادي نصاوب معكم واحد الزيت عطري رائع يا البنات اللي غادي تحماقوا عليه. اللي غنحتاجو فيه فقط جوج المكونات، زيت اللوز وزيت عطري. بالنسبه للزيت عطري خاصو يكون تجميلي يا البنات، حيت كاين الفرق ما بين ديال صناعه العطور وكاين فرق ما بين الزيوت العطريه اللي كتكون ديال التجميل. وبالنسبه لديك القنينه ديالي راه كتهز 30 امل، انا تما كاينه درت 27 امل ديال زيت اللوز الحلو. وبالنسبه للزيت العطري راه درت البنات غير 3 امل، ما يعادل واحد 60 قطره ديال زيت عطري. وإلا كان عندكم زيت عطري قوي ولا بغيتو مثلا الريحه تكون غير خفيفه ديروا غير 2 امل، ما يعادل واحد 40 قطره ديال زيت عطري. وهاد المعلومات غنخليهم لكم مكتوبين الفوق غير للتذكير فقط. وراه الفيديو مشروح كنمشي معكم شويه بشويه باش هكا تشوفوني كيفاش انا خدمته، وحتى نتوما لا بغيتو تخدموه من ديوركم يجيكم ساهل جدا. بالنسبه للزيوت العطريه راه متوفره يا البنات عند الناس اللي كيبيعوا العطور، منين تمشيو سولوا عرفوا شنو الفرق ما بين زيت عطري ديال البارفان وزيت عطري ديال التجميل. وهكا كيكون زيت عطري ديالنا موجود البنات كيف ما كتشاهدوا معايا. راه صافي كملت دابا، فقط غادي نرجو كيف ما كتشوفوا مزيان باش المكونات يتخلطوا مع بعضهم، ومن موراها حتى هو يا البنات غادي يمشي للمرحله ديال التعتيق. وهكا كنكونوا صوبنا واحد زيت عطري للجسم ديالنا واللي كيادغطي لينا لابو ديالنا وكذلك كيعطرها بالطريقه الصحيحه. وهذه هي المرحله النهائيه. كيف ما كتشوفوا حتى اللون ديال البارفان البنات راه تبدل، وكذلك راه حتى الزيت العطري ديالنا راه واجد وانا زدت عليه لي بايط، راه ممكن نتوما البنات تزيدوهم. وبالنسبه للبارفان ديالتي راه خرجت كتحمق البنات، راه واحد الريحه ما كرهتكمش كاملين تشموها. يا سلام، تستحق التجربه البنات، ومكونات جدا بسيطه راكم شفتوا لا فيديو فريمون واعره وبزاف. وهاد الزيت عطري البنات راه بغيتكم كاملين تجربوه، واعر 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 وبزاف. عرفتي راه كيخلي واحد ليدغاطاسيون راه ما يمكنش. وما الريحه والله الا توضيت للصلاه وبقات لي الريحه في يديا فريمون
كتحمق بزاف. راكم عارفين دابا شحال كيتباعوا، انا راني تعمدت ما نزيدش فيهم اضافات، درتو فقط سامبل باش هكا المكونات تكون في متناول الجميع. زيت اللوز كاينه فين ما مشيتي راه كاينه، وكذلك زيت عطري حتى هو راه متوفر، ماشي شي حاجه اللي ما غتلقايهاش، والنتيجه راه هضره على راسها. شوفوا غير يديا كيفاش واحد لي دغاطاسيون، واحد لا بغيونس كتبان في يدي ما يمكنش. اللهم بارك، غزال يا البنات، كنصحكم تجربوه. راه مكونات جدا بسيطه غتهلاي في راسك من قلب دارك. وهنا راه زيت يديا كيف ما كتشوفوا جهه السرجم باش تشوفوا لي دغاطاسيون كيفاش دايره. واعره البنات فريمون. هاد لو باك هذا خاصو يكون عندك، ولا هاد ديو هذا خاصو يكون عندك، اللي فريمون كيستحق التجربه وزوين بزاف. مكونات كيف ما شفتوا جدا بسيطه. وهنا البنات كنقول لكم الى عجبكم لا فيديو ديالي ما تنساونيش من لي لايك ولي كومونتير زوينين، ويلا السلام عليكم.